بتعرفي إنه 70% من الخلافات الزوجية بتنحل إذا تحسنت لغة التواصل بين الزوجين؟ وبدي أسألك كم مرة فتت بنقاش عقيم مع زوجتك وبعدين سألت حالك كيف بلش هذا الحديث وليش وصلنا لهون؟ اليوم بدي أحكي على أكثر 5 أخطاء شائعة بيرتكبوها المتزوجين وبتتسبب بتدمير العلاقة الزوجية. ما رح نحكي بس عن الأخطاء، ورح نحكي عن حلول بتساعدنا إنه نحافظ على العلاقة الزوجية صحية ومستدامة ونرجع السعادة والحب لهي العلاقة. يا مساء الخير، أنا جولي، بتمنى تضلوا معي لآخر الفيديو لأنه كل فكرة أهم من الثانية، وأهم وحدة فيهم رح تكون الأخيرة صدقوني. وبنفس الوقت يا ريت تجيبوا ورقة وقلم وتسجلوا علي الأفكار اللي رح نحكيها لأنه فعلا كتير مهمة، وتسجلوا الحلول لتضلوا تتذكروها. أول خطأ بيوقع فيه المتزوجين هو ضعف التواصل الفعال. شو يعني؟ يعني لما أنا ما بيكون في حوار مباشر وواضح بيني وبين شريكي بسبب التجاهل، بسبب عدم الصراحة، وبسبب الانشغال بأمور الحياة اليومية. وهذا الشيء بيتسبب إنه أنا بكون بعيدة وما عم بعرف شو مشاعره، شو مشاكله، ما عم يكون في حوار مشترك لنلاقي حلول مشتركة نتجاوز فيها هاي الخلافات أو سوء التفاهم. الحل بكل بساطة بيكون إني خصص كل يوم ساعة أو الوقت اللي بنتفق عليه أنا وشريكي. هذا الوقت بدنا نقعد فيه نتناقش بكل شفافية ووضوح شو القصص اللي زعجتنا، كيف كان يومنا، شو المشاكل اللي واجهناها، شو مشاعرنا. نحكي بكل وضوح وصراحة ونحاول نسمع بطريقة جدا فعالة. اقعد اسمع شريكي بدون ما هيئ أجوبة أو بدون ما بلش دافع عن نفسي. هون بننتقل للفكرة الثانية، هي إنه استبدل كلمة أنت عملت، أنت ساويت، الحق عليك بكلمة أنا هيك حاسة، أنا هيك مشاعري، أنا هيك بشوف. الخطأ الشائع الثاني هو عدم الاهتمام بالحاجات العاطفية للشريك، وهذا الشيء بيكون بسبب إنه كل طرف فينا ملتهي بأمور الحياة اليومية، بالمصاري، بالأولاد، بالمشاكل، بالحياة الاجتماعية، وبالتالي نحن عم نبعد شوي شوي عن حاجة شريكنا العاطفية وما عم نعرف كيف بدنا نلبي له إياها. الحل بيكون كمان بالتواصل، وإني أعرف لغة الحب تبع شريكي. شو الشغلات اللي بيحبها، شو الشغلات اللي بيهتم فيها، هدايا، طلعات، رسائل حلوة، حالة عاطفية معينة، الممارسة الجنسية، وهذا موضوع كتير مهم. هدول الشغلات اللي أنا بعرف إنه بتهمه لشريكي، بصير بلاقي اللغة المشتركة بيني وبينه وبلبي له إياها. هذا موضوع جدا مهم، إني خصص وقت لحتى أعطيه الدعم العاطفي اللي هو بحاجة إله، ليحس إنه أنا مهتم وإنه هو بيعني لي كتير، وتستمر العلاقة بيناتنا بطريقة سليمة وصحية. الخطأ الشائع الثالث هو روتين الحياة اليومية. لما بيبلش يفوت الروتين على حياتنا اليومية ونتحول لناس عم نفوت بتفاصيل الحياة بعيداً عن الإثارة والمتعة بالعلاقة الزوجية، منبلش نحس إنه في فجوة عم تكبر بيني وبين شريكي، وبالتالي أنا التهيت عنه. ما عاد وجوده بحياتي عم يعمل لي نوع من المتعة والإثارة، بيكون وجوده هو روتين وتعود. لذلك هون كتير مهم إني لاقي الحلول اللي بتساعدني إني أتجاوز الروتين وأكسره، بإني دور على الشغلات الممتعة اللي نعملها مع بعض. ممكن إنه نطلع مع بعض بموعد غرامي لمدة 2 ساعات مرة بالأسبوع، منخصص هذا الوقت لإلنا لحالنا بعيد عن الأولاد، عن العيلة. ممكن يكون برحلة، ممكن يكون بحفلة، ممكن يكون إنه نطلع نحضر أمسية موسيقية، مسرحية، أي شيء بيكسر روتين حياتنا اليومية. وكتير حلو إذا ضمناها بنوع من النقاش والحوار حول هذا الحدث اللي عملناه، تبادلنا فيه الأفكار، حكينا فيه شو حسينا وشو عنالنا وشو الشيء اللي حبيناه بهذا الشيء. فكرة كتير بسيطة ممكن تكسر الروتين، ومنضيف عليها إنه ندخل عنصر الضحك والفرح والمرح لعلاقتنا. كمان إنه نحضر أفلام بتضحك، نطلع بمشوار عفوي وبسيط مع بعض، نتبادل المسجات أو الريلز أو الشغلات اللي بتخلينا نضحك من كل قلبنا، ونحس إنه نحن فعلا عم ننشط هاي العلاقة بطريقة بسيطة
وغير مباشرة. الخطأ الشائع الرابع هو عدم حل المشاكل بعمق، وهذا الشيء بيكون بسبب انه كل واحد فينا عم يتهرب من المواجهة خوفاً من انه يكبر المشكلة، او انه نحن ملتهيين بامور حياتية تانية ومعتبرين انه هذا الشيء بيمضى وممكن ينحل لحاله. اللي بدي أقوله إنه إذا ما قعدنا وقررنا نحن الاثنين مع بعض إنه نحل المشكلة بطريقة جدا صحيحة لحتى ما تتكرر بالمستقبل، منكون عم نساهم إنه تتراكم هي المشاكل وتخلق حساسيات ممكن تأذي علاقتنا وممكن تأثر علينا بطريقة سلبية بدون ما نحس. لذلك الحل بيكون بإنه نخصص الوقت المناسب والأسلوب المناسب لأنه نقعد نحكي فيها بعمق عن هي المشكلة وشو الحلول اللي نحن منشوفها مناسبة لحتى هي المشكلة ما تتكرر. في نقطتين لازم ننتبه لهم: التوقيت المناسب، يعني أنا مو إذا كنت معصبة أو شريكي معصب ومحتدين على موضوع بدنا هلأ نحل المشكلة، لا، أنا فيني هلأ سكر الموضوع، بعد وأعطي مسافة لحتى نرتاح ونروق وبنرجع بنفتحه بالوقت المناسب. وأهم شيء يكون أسلوبي صحيح وواضح شو أنا الحل بالنسبة إلي بالتوافق مع شريكي لحتى نتجاوزها بالمستقبل وما بقى تتكرر معنا. الخطأ الشائع الخامس اللي هو عدم الشكر والتقدير للشريك بأي تصرف أو فعل بيقدمه لعلاقتنا أو لعائلتنا. نحن للأسف أيام نفوت بدوامة الواجب ودوامة التعود إنه هذا الشخص أي شيء بيقدمه هو واجب عليه وما لنا مضطرين نتشكره، ولكن بالمقابل كتير مهم إني أنا أعبر عن امتناني ومحبتي وتقديري لأي فعل ولو كان صغير عم يقدمه هذا الشريك، سواء كب زبالة، سواء إنه قدم لي مساعدة إنه أخذ وصل ولد عني، سواء إنه نظفت البيت، إنه قدمت أكلة طيبة، بتشكرها بطريقة حلوة وبعبر لها أني أنا كتير سعيد ومبسوط وممتن لهذا الشيء اللي عم تقدمه بكلمات بسيطة ومباشرة بتحسس الشريك بالتقدير وبالاهتمام. هدول ال5 أخطاء الشائعين واللي كتير بسيطين واللي كلنا منوقع فيهم منمارسهم كل يوم بحياتنا وبعلاقتنا الزوجية، بس نوعالهم بطريقة صحيحة ونبلش نحط هي الحلول ونبلش نطبق هي الحلول بشكل بسيط ومباشر. صدقوني رح نتجاوز هي المشاكل ورح نرجع الإثارة والمتعة لعلاقتنا الزوجية ونكسر الروتين اللي ممكن يدمرها بطريقة غير مباشرة. بتمنى تكون عجبتكم هي النصائح وهي الأفكار والحلول، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو تشاركوه مع أصدقائكم لتعم الفائدة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد ويسعد قلبكم، وبتمنى لكم أيام كلها فرح وسعادة.